جديده بزاف، لهذا ننصحكم تجربوها. لاحظوا معايا هنايا كنوريكم الحبه عن قرب، يعني ما كتجيش مشربه الزيت نهائيا، كتجي ناشفه وكتجي هكا مجعبه من الداخل ولا خاويه ولا مفقعه بحال هذا الشكل، وفي نفس الوقت كتجي طايبه كتناولوها هكا كتلقاو فيها واحد المذاق وواحد الطيبه اللي مميزه. المهم يا حبايب انا هنايا رافقتها بهذا الصوص هذه اللي حضرتوها هكا بواحد شويه ديال السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد مع مطبخ وصفاتي. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم البطاطا ولا البطاطا فريت اللي كيعشقها الكبير والصغير. غنحضروها ان شاء الله في الكسكاس ولا في الطنجره ديال البخار بطريقه اللي سهله وسريعه وفي نفس الوقت كتجي لذيذه بزاف. انا اكيده الا جربتوا البطاطا بهذه الطريقه هذه ما غتبقاوش تقليوها بالطريقه العاديه نهائيا، لانها فعلا كتجي لذيذه بزاف. ما نطولش عليكم، اللي عجبتكم وصفه اليوم ما تبخلوش عليا ولا لايك ديالكم باش دائما نبقى نبحث لكم على الوصفات الجديده والمميزه. وكما تعودنا قبل ما نبداو اي وصفه ما ننساوش الصلاه والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. وضبخ لكم على المقادير وكيفيه التحضير. بسم الله على بركه الله. كمكونات ديال الوصفه ديال اليوم ان شاء الله غنحتاجوا فيهم البطاطا كما كتلاحظوا معي. المهم بالنسبه للكميه فانا عندي هنايا كيلو، غنشارك معكم المقادير ان شاء الله ديال الكيلو، وانتم كتقسموا كما حبيتوا، يعني سواء بغيتوا كتكثروا ولا تقلوا كيبقى على حسب الافراد ديال العائله ديالكم. وبصراحه يا احبائي ننصحكم تكثروا لان هذه البطاطا هذه كتجي لذيذه بزاف وكتجي مميزه على بركه الله. بالنسبه للبطاطا ديالنا كنقشروها بطبيعه الحال. وبالنسبه للنوعيه ديال البطاطا سواء كانت عندكم البطاطا البيضاء ولا الحمراء، يعني اي نوعيه ممكن تخدموا بها. اهم حاجه الحبات يكونوا شويه متوسطين في الحجم، يعني ما تخدموش بديك البطاطا اللي كتكون صغيره. من بعد ما كنقشروا البطاطا ديالنا كنخوي عليها الماء وكنظفوها مزيان بحال هكا هدايا، يعني ضروري من الغساله. ومن بعد ان شاء الله غنقطعوا البطاطا ديالنا هكا لشرائح اللي كيكونوا غلاط شي شويه، يعني ما يكونوش رقيقين. فانا هذه الحبه هذه كنقسمها على 4 بحال هذا الشكل. لاحظوا معي السمك ما خصوش يكون رقيق وفي نفس الوقت يعني ماشي غليظ بزاف. فالحبات كما ذكرت لكم كنقسمها على 4 وغنكمل الكميه اللي عندي بحال هذا الشكل. ومن بعد غنقطعوها ان شاء الله على شكل فريت بحال شكل هدايا. فانا كنخدم غير بالسكين، كاين اللي كيبغي كيقطع البطاطا بالقطاعه، المهم كيبقى على حسب المتوفر. اهم حاجه الحبات ديال الفريت يكونوا غلاط شويه، يعني ما يكونوش رقيقين كما لاحظتوا معي. وفي هذه المرحله هذه غنحتاجوا ان شاء الله الكسكاس ولا الطنجره ديال البخار كتكون بحال شكل هدايا. على بركه الله مباشره كنوضعوا فيها البطاطا ديالنا بحال هذا الشكل، يعني كنوضعوا الكميه كامله كما ذكرت لكم. فانا عندي كيلو ديال البطاطا على بركه الله. ودابا ان شاء الله غندوزو باش نطيبوا البطاطا ديالنا ولا نفوروها. في هذه المرحله هذه كتكون عندنا البرمه ديال الماء كطيب، يعني واصله المرحله ديال الغليان، وكنوضعوا البطاطا ديالنا طيب ولا تفور بحال هذا الشكل. المهم بالنسبه للبطاطا كملاحظه اللي هي مهمه، كلها هكايا 1 دقيقه ولا هكايا 30 ثانيه كنقلبوها باش هكايا كطيب معنا، يعني متساويه، ماشي بلاصه كطيب يعني الجهه التحتانيه كطيب والجهه الفوقانيه كتبقى يعني مازال قاصحه. وفي هذه المرحله هذه حاولوا البطاطا ديالكم ما طيبوهاش حتى يفوت فيها الطياب، يعني فقط كيدخل فيها الطياب يعني غير نص طيبه وكنزلوها. لاحظوا معايا هنايا كل مره كنراقب البطاطا ديالي هكايا بالاصبع ديالي، يعني كنضغط عليها خصني غير يدخل فيها الطياب نطفي عليها. يعني حاولوا هكايا في هذه المرحله هذه ما تخلوش البطاطا ديالكم حتى تهرى باش هكايا ان شاء الله الوصفه تصدق معكم. كنراقب البطاطا ديالنا كما ذكرت لكم كل 30 ثانيه ولا هكايا دقيقه كنبدا كنقلب، يعني داك الكسكاس كنقلب داك البطاطا باش داك الفوقانيه كتنزل لتحت. لاحظوا معي هنايا البطاطا ديالي يعني بدات كطيب كما ذكرت نص طايبه بحال هذا الشكل. ملي كنضغطوا هكايا على الحبات وكنلقاوهم كيتكسروا وكنضغطوا عليهم هكا وكنلقاوهم بدا كيدخلهم الطياب كنطفيو عليهم. في حالات في المرحله هذه البطاطا ديالي لقيتوها يعني طابت شي شويه بالزايد مباشره خويو عليها الماء باش ما تكملش الطياب ديالها. فانا عندي البطاطا هي هذه كنخليها في هذا الكسكاس هدايا حتى تنشف وتبرد. دابا ان شاء الله غندوزو باش نحضروا التتبيله اللي غنحتاجوا فيها 4 معالق صغيره ديال الفلفل الاسود اللي هو الابزار، كذلك بالنسبه للكركم ولا الخرقوم نص معلقه صغيره ديال القزبر وحبوب مطحون. الحار كيبقى على حسب الذوق. ونص ملعقه ديال البودره ديال الثوم الا توفرتوا عليها، الا ما توفرتوش ديروا 1 2 ديال الفصوص ديال الثوم حكوهم في الحكاكه. معلقه صغيره ديال التحميره ولا البابريكا، والملح كتبقى على حسب الذوق. كذلك غنضيف 3 ديال الحبات ديال البيض كما ذكرت لكم. فانا غنشارك معكم المقادير ديال الكيلو، في حاله هكا الا قللتوا ولا كثرتوا يعني كيبقى على حسب الكميه اللي درتوا. هنايا غنضيف ملعقه صغيره قل رباع ديال الخميره ديال الخبز ولا الخميره الفوريه، وغنضيف عليها واحد شويه ديال الماء اللي كيكون دافي، يعني تقريبا هكا 1 2 ديال الملاعق صغار، غير باش هاد الخميره ديالنا كتذوب معنا باش هكا الخليط ديالكم ما يخففش معكم اكثر من الحساب. لاحظوا معي من بعد ما دافت يعني الله الكميه اللي ذوبنا فيها الخميره وكنضيفوها على الخليط من بعد ما كتذوب
وغنحتاجو 5 ديال الملاعق كبار ديال الدقيق. هنا في الاول كنضيف 3 ديال الملاعق وكنبدا نحرك باش هكا كنتحكموا في الخليط ديالنا، لانه واخا كنعطيكم المقادير مضبوطين دائما كيكون هكا الاختلاف، يعني خصوصا في الحجم ديال البيض ولا الامتصاص ديال الدقيق. الكميه الاخيره كنضيفها بالتدريج حتى كنحصلوا على القوام اللي حنا باغينو. لاحظوا معايا بالنسبه للقوام كيكون هكا خفيف من القوام ديال الكيك غير شي شويه بحال هاشكل. هنا كنوريه لكم بالملعقه، ملي كنقلبوها كاين المعلقه الخليط كيبقى ثابت عليها، واخا كندوزوها كاين الاسبوع ديالنا فالخليط ما كيتشركش معنا. في حاله في هذه المرحله هذه الخليط خفيف كتزيدوه شويه ديال الدقيق، كان ثقيل كتزيدوه واحد شويه ديال الماء. المهم هذا هو القوام. بالنسبه للبطاطا ديالي فانا خليتها في هذا الكسكاس حتى نشفت وتقطرات مزيان بحال هذا الشكل. حاجه وحده اللي كنرجع ناكد لكم عليها، البطاطا ما تخليوهاش حتى يفوت فيها الطياب. وبصراحه بالنسبه للبطاطا ملي كنفوروها يعني كتبقى محافظه على الطيبه ديالها، وكذلك المذاق اللي كيكون فيها، يعني عكس البطاطا اللي كنسلقوها في الماء. هنا كنخوها على الخليط ديالنا وكنلبسوها مزيان بهذا الخليط. ودابا ان شاء الله غنبدا نقلي. عندي هنايا الزيت اللي كيكون سخون على شعله اللي كتكون مهيله غاده المتوسطه، يعني ماشي مجهده. كنبداو هكايا نخلطوا داك البطاطا ديالنا في داك الخليط وكنهزو من الصال باش هكايا البطاطا ديالنا كتجي ملبسه بالخليط، وكنوضعوها في المقلاة بحال هذا الشكل. لاحظوا معايا انا حتى كملت يعني كامل عمرت المقلاة كامل والبطاطا مازال ما تحمرت. يعني حاولوا هكايا الشعله تكون عندكم مهيله باش البطاطا ديالكم ما تخطفش معاكم، باش هكا تحصلوا على واحد الويل اللي كيكون مذهب، وفي نفس الوقت البطاطا ديالكم كتزيد تكمل الطياب ديالها لانها كتكون طيبه غير نص طيبه. ومن بعد ما كتحمر كنقلبوها للجهه الثانيه، يعني بحال الحوت ولا السردين. يعني في الاول كنقلبوها حبه حبه بنفس الطريقه. ملي كتحمر من الجهه الثانيه عاد كنبداو نحركوها هكا بشكل عشوائي باش كتاخذ لنا ديك الويل اللي كيكون موحد وكيجي هكا مذهب. يعني في الاول كنقلبوها حبه حبه وفي التالي عاد كنرجعوا ونحركوها. لاحظوا معايا بحال الشكل هذايا، هذا هو البطاطا ديالنا من بعد ما طابت كتجي كي محمره وكتجي مذهبه وكتجي كي مفقعه بحال الشكل هذايا. بصراحه كتجي مميزه، وحتى المذاق ديالها يا احبائي كيجي لذيذ بزاف. كتجي مختلفه تماما على البطاطا الفريت اللي كنحضروها بشكل عادي، لان كتجي كي متبله وداك الخلطه بصراحه كتزيد المذاق وكتجي لذيذه بزاف. لهذا ننصحكم تجربوها. لاحظوا معايا هنايا كنوريكم الحبه عن قرب، يعني ما كتجيش مشربه الزيت نهائيا، كتجي ناشفه وكتجي كي مجعبه من الداخل ولا خاويه ولا مفقعه بحال هذا الشكل، وفي نفس الوقت كتجي طايبه بحال هذا الشكل. المهم ما غنقول لكمش كتجي مقرمشه، لان البطاطا ملي كنضيفوا لها البيض والخميره كتجي هكايا رطبه، وملي كتناولوها هكايا كتلقاو فيها واحد المذاق وواحد الطيبه اللي مميزه. المهم يا احبائي انا هنايا رافقتها بهذا الصوص هذه اللي حضرتوها هكايا بواحد شويه ديال الكاتشوب مع المايونيز، وانتم كيبقى على حسب الذوق ديالكم. هكا نبقى لي الا نودعكم، ولا كنتو مازالين كتشاهدوني حتى لهاد الدقيقه. شكرا بزاف على المتابعه ديالكم، نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر، مع السلامه.